السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جريد 6 ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر محمد الديب، ان شاء الله هكون مدرس الساينس معاكم الترم ده، واتمنى ان احنا نحقق اقصى استفادة من الكورس بتاع السنة دي باذن الله. اتمنى ان احنا نكون قضينا اجازة سعيدة في الصيف ان شاء الله، بحيث ان احنا نخش كده واحنا قلبنا جامد على جريد 6. جريد 6 سهلة مش صعبة، يعني كانت خفيفة برضو مش تقيلة قوي. المنهج عارف ان هو منهج جديد عليكم بس لذيذ خالص، ما تقلقوش منه. كونسبت 1 هيبدا يتكلم، كونسبت 1 في يونت 1 ان شاء الله السنه دي هيبدا يتكلم عن السيلز، الخلايا. هيبدا يتكلم عن ان السيل ديت هي الجزء او اصغر جزء بيكون لي الكائنات الحيه، وهنشوف الكائنات الحيه ايه هي the smallest main parts of the living organisms، اصغر وحده بناء للكائنات الحيه هي ايه. هنبدا نشوف التركيب بتاع السيل ذات نفسه ايه هي، كل ده هنتكلم عنه النهارده ان شاء الله. فهنا بيديني اكزامبل في البدايه خالص، بيقول لي ان الليفنج اورجانيزمز بنقسمهم لثلاث انواع، يا اما هيومن يا اما انيمال يا اما بلانت. طيب هنا بيقول لي living organisms include humans, animals, plants, and also microorganisms that we cannot see with our naked eye, يعني unaided eye, such as a bacteria. بيقول لي إن الكائنات الحية عبارة عن يا إما animals يا إما human يا إما plants، بس في نوع جديد من الكائنات الحية هنبدأ نتكلم عنه السنة دي، حاجة اسمها microorganisms. microorganisms يعني كائنات حية دقيقة، يعني مش بقدر أشوفها بعناية، لازم أشوفها باستخدام الميكروسكوب. فهنا بيقول لي cannot see with our naked eye، مش بقدر اشوفها بعناية، يعني unaided eye بعناية المجردة، such as زي حاجة جديدة اسمها بكتيريا. اوكي طيب بيقول لي all living organisms، كل الكائنات الحية need to do many vital activities. الكائنات الحية كلها بتحتاج ان هي تعمل vital activities، عمليات حيوية. العمليات الحيوية ديت زي اللايف activities to survive، بحيث ان هي تقدر تنجو. طب زي ايه؟ زي feeding التغذية، respiration التنفس، growth نمو، reproduction تكاثر. يعني اي كائن حي في الدنيا هيحتاج ان هو يعمل some vital activities، بعض العمليات الحيوية اللي من غيرها الكائن الحي ده هيموت. طب زي ايه الفيتال activities اللي بتقوم بيها living organism؟ زي الفيدنج التغذية، هل الكائنات الحية تقدر تستمر في وجودها من غير ما تتغذى؟ زي respiration التنفس، هل في كائن حي يقدر يستمر وجوده من غير respiration؟ زي reproduction التكاثر، لو الكائنات الحية أو living organisms توقفت عن التكاثر عن reproduction إيه اللي هيحصل لهم؟ الفصيلة ديت كلها أو النوع ده كله من الكائنات الحية مش هيقدر إن هو يكمل، لأن اللي هيموت مش هيقدر يتجدد تاني ويكون لي مثلا new plant أو new living organism، فبالتالي without the reproduction من غير التكاثر الكائن الحي دوت living organisms ذات نفسهم الفصيلة السبيشيز هتبدأ إن هي تنقرض. فدول الفيتال اكتيفيتيز اللي بتقوم بيها العمليات، بيقوم بيها اجسام الكائنات الحيه. طيب بيقول لي bodies of living organisms consists of group of systems. يعني ايه؟ يعني الاجسام بتاعت الكائنات الحيه بتتكون من اجهزه مختلفه. خدت في جونيور 4 حاجه عندي اسمها digestive system و respiratory system، خدت في جونيور 5 الcirculatory system. كل دول هم عبارة عن systems بيكونوا لي أجسام الكائنات الحية. زي بيقول لي that you studied in the previous years to do all the previous vital activities، زي digestive system و respiratory system in human and animal. وخدت transportation system السنة اللي فاتت موجود عند البلانتس. فهنا بيقول لي any system in a living organism's body is built up of tiny structure، يعني كل system من الكائنات، كل system موجود في أجسام الكائنات الحية، وليكن مثلا digestive system، هنشوف ان الدايجستيف سيستم is consists of some organs، بعض الاعضاء. زي ايه؟ زي الماوث، زي الاسوفيجاس، زي الاستومك، زي السمول انتستين واللارج انتستين. لو خدت كل اورجان من دول بقى وبدات ان انا اقطعه لاجزاء صغيره، هلاحظ ان هو بيتكون من حاجه تانية جديده اسمها تيشيو. طب التيشيو ده بتتكون من حاجه اصغر منها اسمها ايه؟ اسمها cell. فبيقول لي any system in a living organism's body is built up of tiny structures، يعني أي جهاز من أجسام الكائنات الحية بيتكون من جزيئات صغيرة جدا جدا جدا. الجزيئات الصغيرة ديت بسميها إيه؟ بسميها cell. طيب
يعني ايه سيل يا مستر؟ انا قلت لكم ان اجسام الكائنات الحيه او الاجهزه اللي موجوده عنها هي بتتكون من سيلز. طب انا عايز اعرف يعني ايه سيل. فهنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي the cell is the main building unit of the living organisms. هي وحده بناء او اصغر وحده بناء للكائنات الحيه. بيقول لي that carries out all its own vital activities. هي اللي بتحمل كل العمليات الحيويه اللي بيقوم بيها الكائن الحي. مثلا في الفيدنج، في الريسبيريشن، في الدايجيشن. العمليات الحيويه ديت عشان تحصل لازم تحصل inside the cells، داخل الخلايا بتاعه اجسام الكائنات الحيه. يبقى ايه هي السيل؟ السيل هي عباره عن the main building unit of the living organisms body. هي وحده البناء الاساسيه للكائنات الحيه. وبيقول لي that carries out all its vital activities. وهي اللي بتحمل كل العمليات الحيويه اللي بيقوم بيها جسم الكائن الحي. فهنا بيقول لي ان السيلز are found only in the bodies of living organisms. الكلمه دي مهمه. بيقول لي ان الخلايا او السيلز موجوده بس في اجسام الليفنج اورجانيزمز. يعني ايه؟ يعني هل السويل مثلا ديت ليفنج اورجانيزم ولا نون ليفنج ثينجز؟ احنا خدنا السنه اللي فاتت ان هي عباره عن نون ليفنج ثينجز. الووتر نون ليفنج ثينج، الاير نون ليفنج ثينجز، سان لايت نون ليفنج ثينج. فديت ما فيهاش سيلز. طيب مين اللي عندها سيلز؟ الليفنج اورجانيزمز. لسه قايلين الهيومن، الانيمال، البلانت، المايكرو اورجانيزمز زي ما قلنا في بدايه الليسون. كل دول اجسام بتتكون من سيلز. لكن النون ليفنج ثينجز ما فيهاش سيلز، ما فيهاش خلايا. طيب هنا بيقول ان cells are tiny particles that cannot be seen by the naked eye. مش بقدر اشوفها بعينيا. يعني انا لو بصيت على ايديا كده، انا لسه قايل ان اي اورجن في البادي بتاعي هو بيتكون من سيل. طيب هل وانا باصص على ايديا كده انا شايف اي سيل؟ لا، مش شايف السيلز. ليه؟ لان السيلز بتبقى very tiny structure، تركيب صغير جدا جدا جدا. طب عشان اقدر ان انا اشوف السيلز هستخدم ايه؟ هستخدم حاجه اسمها مايكروسكوب زي اللي بتعمله الساينتست دي. الميكروسكوب دوت بيبدا ان هو يعمل زوم، بس بيقدر يكبر بدرجه كبيره جدا جدا جدا، فيقدر يقرب 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 يقرب، فتبان السيل بحجم كبير شويه، فيقدر ان هو يشوف الشيب بتاعها شكله ايه، يشوف الاستراكشر بتاعها، التركيب بتاعها. هنبدا نتكلم عنه قدام شويه. التركيب بتاعها هو عباره عن ايه باستخدام الميكروسكوب. فهنا بيقول لي ان الميكروسكوب هو الديفايس that we used to see the small structure cell. خلاص فهمنا؟ اوكي. طيب تعالوا نكمل الليسون بتاعنا. هنا بيقول لي put right or false. بيقول ايه؟ بيقول microscopes are used to see the structure of cell. انا لو عايز اشوف التركيب بتاع السيل هستخدم ميكروسكوب. true or false؟ الانسر هتبقى true اكيد. اوكي. نمبر 2 بيقول لي living organisms and non-living things are made up of cells. يعني الكائنات الحيه والاشياء الغير حيه هي كمان بتتكون من cells. of course not. غلط طبعا، لان احنا قلنا السيلز ديت هي حاجه موجوده في اجسام الكائنات الحيه بس. طيب هنا بيقول لي cell as a building block، يعني ككتله كده، هي كتله بناء. يعني ايه كتله بناء؟ لو بصيت على الحيطه اللي جنبي او الحيطه اللي قدامي دلوقتي هلاحظ ان الحيطه ديت وهي بتتبنى هي عباره عن بلوكس كده جنب بعض، طوب جنب بعض، طوب 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 طوب. الطوب دوت بنبدا نبنيه جنب بعض، فوق بعض فوق بعض فوق بعض، وجنب بعض جنب بعض جنب بعض، بحيث ان هو يكون لي وول مع وول مع وول مع وول، بيكون لي روم مع روم مع روم. هتبدا تكون لي شقه وتكون لي مع شقه مع شقه مع شقه، هيكون لي مبنى كبير. بس وحده البناء بتاعه المبنى اللي احنا فيه ده كله هي ايه؟ هي الطوبه الصغيره. نفس الكلام السيل بتبدا تتجمع مع سيل مع سيل مع سيل مع سيل، تبدا تتجمع وفي الاخر تكون لي living organism. فهنا بيقول لي as a brick is a building unit of wall، لان الطوب او الاحجار هي وحده البناء بتاعه الحيطه او المبنى. بيقول لي ان السيل كمان is the main building unit of life، هي وحدة بناء الكائنات الحية، والstructure والfunction of all living organisms on the earth. طيب بيقول لي living organisms are different in shape and structure. يعني ايه؟ يعني انا لو بصيت على الانيمال سيلز اهي قدامي والبلانت سيلز، هل الاثنين شبه بعض؟ لا، الاثنين مختلفين عن بعض في الشيب، وهنلاحظ كمان ان في شويه ديفرنس في الاستراكشر قدام في التركيب بتاعهم. بس طيب ايه وجه الاتفاق ما بين الاثنين؟ ان الانيمال والبلانت هما الاثنين عندهم سيلز، عندهم خلايا. فهنا بيقول لي living organisms are different in shape
and the structure, but all of them are similar in that they are made up of one cell or more. يعني ايه؟ يعني هم يبقوا ممكن يكونوا مختلفين في الشكل ومختلفين في التركيب، بس في نفس الوقت هم بيتكونوا من one cell، خلية واحدة أو أكتر من خلية. طيب بيقول as you can see in the opposite figure، زي ما احنا شايفين في الرسمة اللي قدامنا دي، بيقول that animal cell differ from plant cell. يعني الانيمال سيل مختلفة عن البلانت سيل. طب مختلفة في ايه؟ مختلفة في الشيب اللي هو الشكل بتاعها، والستراكشر اللي هو التركيب بتاعها، ودوت هتكلم عنه بالتفصيل كمان شوية. طيب بيقول لي غالبا او في الاغلب بيقول لي ان السيلز are usually tiny، يعني غالبا بتبقى ضئيلة جدا 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 جدا، صغيرة قوي. بيقول لي the length of the most of cells are tiny، معظم الخلايا أو أغلبها بتبقى ضئيلة صغيرة جدا جدا، عشان كده أنا قلت أنا مش بقدر أشوفها بعيني. بيقول لي the length of a common animal cells and the plant cells، الحجم أو الطول بتاع الخلية النباتية الانيمال سيل أو الانيمال سيل آسف أو البلانت سيل، الطول بتاعها بيبقى من حوالي 0.1 ملم and 0.005 ملم، بتبقى ضئيلة جدا. عارفين يعني ايه 0.005؟ يعني حاجة مش شايفها اساسا. بيقول لي عشان كده they need a microscope to see them، بنحتاج ميكروسكوب عشان اقدر ان انا اشوفهم بوضوح. طيب بيقول لي some cells may be too large، بس في بعض الخلايا بتبقى كبيرة جدا. زي ايه؟ زي الايج بتاعة البيرد. فبيقول لي some cells may be too large and you can see them with your naked eye، بقدر اشوفهم بعناية without using a microscope، من غير ما احتاج ميكروسكوب. زي ايه؟ زي ال unfertilized bird egg، زي الخلية البيضة بتاعة طيور الغير مخصبه، يعني ما فيهاش كتكوت، عادي بيضه اللي احنا بناكلها. هنا ديت الصفار دوت هو عباره عن سيل. طب هل انا بقدر اشوف السيل ديت ولا مش بقدر اشوفها بعينيا؟ بقدر عادي خالص اشوفها بعينيا. ليه؟ لان هي too large، كبيره جدا، فبالتالي I don't need a microscope to see it، مش بحتاج ميكروسكوب. يبقى بيقول لي ان السيلز are very tiny structure، تركيبها صغير جدا جدا جدا، بس ده معظم most of cells. بس بيقول لي there are some types of cells، بعض أنواع الخلايا ديت we can see it without the need of microscope، بقدر أشوفها من غير ما أحتاج ميكروسكوب. زي إيه؟ زي ال unfertilized bird egg، زي البيضة بتاعة الطيور. بيقول لي that contain only one big cell، اللي بتحتوي على خلية واحدة كبيرة. طيب بيقول بكتيريا هي عبارة عن، احنا سمعنا كلمة اسمها بكتيريا. طب يعني ايه يا مستر بكتيريا؟ البكتيريا ديت هي عبارة عن living organism او مايكرو اورجانيزم، خدناها السنة اللي فاتت. كائنات حية بتبقى very tiny، صغيرة جدا، عشان كده مش بقدر اشوفها، موجودة حواليا في كل حتة بس مش بقدر اشوفها. فبيقول لي ان البكتيريا هي عبارة عن living organism that its body consists of one cell only، يعني بتتكون من خلية واحدة بس، with length less than 0.005 ملم، يعني أصغر من الخلية بتاعة الانيمال سيل أو البلانت سيل، بتبقى less than 0.005 ملم، يعني بتبقى صغيرة جدا، عشان كده ما بقدرش أشوفها بعيني. طيب check or understand both right or false. بيقول most of living organisms cells، معظم الخلايا بتاعة الكائنات الحية can be seen without using a microscope، يعني بقدر ان انا اشوفها من غير ما احتاج ميكروسكوب. معظم الخلايا بتاعت الكائنات الحية اقدر اشوفها بعينيا من غير ميكروسكوب. true or false؟ false طبعا. we need a microscope to see them. طيب number 2 بيقول the cell is the building unit of living organisms body، يعني الخلية او السيل هي وحدة البناء بتاعت اجسام الكائنات الحية. الانسر هتبقى true. طيب نكمل الليسون. اوكي هنا بيقول what do you already know about the cell as a system. تعالوا نشوف. بيقول living organisms grow and reproduce as a result of increasing، الحتة دي مهمة جدا جدا جدا. بيقول لي الكائنات الحية بتكبر نتيجة زيادة النمبر اوف سيلز. يعني ايه؟ يعني انا لو عندي طفل رضيع صغير خالص، الطفل الرضيع دوت هيعدي سنه، هيعدي سنتين، هيعدي 3، هتلاقي ان البادي بتاعه بيبدا ان هو يكبر تدريجيا. طيب هل هو بيكبر لان السايز اوف ذا سيل انكريزد، الحجم بتاع الخليه زاد عنده،
ولا النمبر اوف سيلز هو اللي زاد فالبادي بتاعه او اللينث او الفوليوم بتاعه زاد؟ هو النمبر اوف سيلز هو اللي بيزيد. الحجم بتاع الخليه احنا قلنا ان هو فيري تايني، صغير جدا، مش بيزيد، صغير جدا. هو النمبر بتاعها، العدد بتاع السيلز هو اللي بيزيد، لكن السايز بتاعها هل بيزيد ولا مش بيزيد؟ طبعا مش بيزيد. فهنا بيقول ان living organisms grow and reproduce as a result of increasing the number، العدد بتاع الخلايا. طيب بيقول لي during the growth of a living organism the cells don't increase in the size، يعني في خلال النمو بتاع الكائنات الحية حجم الخلية ذات نفسه مش بيزيد، بس النمبر بتاعها هو اللي بيزيد. فهنا بيقول ايه؟ بيقول هنبدأ نتكلم شوية عن characteristics of the cells، شوية صفات كده او خصائص للخلية. أول حاجة بيقول لي let's see some similarities and differences between cells، هنشوف شوية أوجه تشابه واختلافات ما بين الخلايا وبعضها. فهنا بيقول لي all cells have a cell membrane، كل الخلايا عندها حاجة اسمها cell membrane. إيه السيل ممبرين دوت؟ اسمه غشاء خلوي، مش لازم المعنى بتاعه بالعربي، هو عبارة عن البوابة اللي موجودة بتحوط الخلية من بره، بتحوط السيل بتاعتي من بره. شايفين الخط ده أو الخط ده؟ الخط اللي بره دوت هو دوت السيل ممبرين. طب دوت الوظيفه بتاعته ايه؟ هتكلم عنه قدام شويه، بس زي ما احنا شايفين ان هو surround the cell from outside، بيحاوط الخليه من بره. طيب ديت اول معلومه. يبقى اول معلومه ان اي سيل في الدنيا عندها سيل ممبرين، سواء بقى انيمال سيل بلانت سيل، لازم يكون عندها سيل ممبرين. طب نمبر 2 بيقول لي not all cells have a cell wall، مش كل الخلايا عندها سيل وول. يعني ايه؟ يعني لو بصيت على البلانت سيل هلاحظ ان هي ليها سيل وول. طيب الانيمال سيل هلاحظ، شايفين الخط الاخضر اللي بره دوت هو دوت السيل وول، شايفين الخط الاسود اللي جوه ده السيل ممبرين، الحته دي السيل ممبرين. هنلاحظ ان كلهم عندهم سيل ممبرين، الاسود دوت والاسود دوت سيل ممبرين. طب الجزء الاخضر ده اللي هو السيل وول، السيل وول موجود بس عند البلانت سيل. طب هل الانيمال سيل عندها سيل وول؟ لا، ما عندهاش سيل وول. عشان كده بيقول لي ان الانيمال سيل doesn't have a cell wall، مش عندها سيل وول. يبقى تاني اول معلومه ان any cell have a cell membrane، اي خليه لازم يكون عندها سيل ممبرين، سواء بقى الخليه ديت انيمال سيل او بلانت سيل هي عندها سيل ممبرين. طيب نمبر 2 بيقول لي not all cells have a cell wall، مش كل الخلايا عندها سيل وول. قلنا مين بس اللي عندها سيل وول؟ البلانت سيل ولا الانيمال سيل؟ قلنا ان البلانت سيل هي الخليه اللي عندها سيل وول. طيب نمبر 3 بيقول لي not all cells have a nucleus، هبدا اتكلم عن النيوكليس قدام شويه. النيوكليس ديت اللي هي النواه بتاعه الخليه، القلب بتاع الخليه ذات نفسه. Just give me a second. Not all cells have a cell nucleus، مش كل الخلايا عندها cell nucleus، ما عندهاش نيوكليس. يعني هنا الانيمال سيل عندها نيوكليس عادي خالص. طب الريد بلاد سيل بيقول لي animal cell doesn't have nucleus زي الريد بلاد سيل، وهتكلم عنها قدام. يبقى في بعض الخلايا عندها نيوكليس وبعض الخلايا ما عندهاش نيوكليس. طيب بيقول لي the cells of one living organisms are not identical، يعني الخلايا اللي موجوده في اجسام الكائنات الحيه نفس الكائن الحي، الخلايا اللي جواه بتبقى مختلفه في الشكل. زي ايه؟ زي لو بصيت كده هلاحظ ان الهيومن ماسل سيل واخده الشكل بتاع الماسل، بتبقى طويله كده عشان تتمدد واحنا بنتحرك. طيب الهيومن بون سيل بتبقى بالشكل دوت، الخليه بتاعت العظام. النيرف سيل الخلايا العصبيه، الماسل سيل اهي، البلاد سيل اهي. هل دول ليهم نفس الشيب؟ لا، بيقول لي ما لهمش نفس الشكل. يعني بيقول لي ممكن يبقى كائن حي واحد زي الهيومن او الانيمال يبقى عنده different shapes of cell، اشكال مختلفه من الخلايا. ممكن تبقى ليها شكل طويل كده زي الماسل سيل، شكلها كده شبه الخلايا بتاعت العظم دي، شكلها غريب شويه. النيرف سيل الخلايا العصبيه، كل خليه بيبقى ليها شكل معين عشان تقوم بوظيفه خاصه بيها. طيب بيقول لي the body of some living organisms are made up of many cells، يعني الجسم بتاع الخلايا أجسام الكائنات الحية بتتكون من أعداد كبيرة جدا من الخلايا. زي مين؟ زي الهيومن، زي الانيمال، زي البلانت، كل دول بيتكونوا من خلايا كتير. طيب في كائنات حية تانية هي الجسم بتاعها بيتكون من only one cell، خلية واحدة بس. فهنا بيقول لي one cell only زي ايه؟ زي البكتيريا. يبقى البكتيريا هي بتتكون من one cell، لكن البلاد سيل، بصوا شايفين البلاد سيلز فيه كام خلايا؟ شايفين الماسل سيل عندها قد ايه سيلز؟ شايفين النيرف سيل عندها قد ايه؟ دول اللي موجودين في الهيومن والانيمال.
فلو لاحظنا هنلاحظ ان الكائنات الحيه الهيومن بودي او الانيمالز او البلانتس بيتكونوا اجسامهم من ميني سيلز، اعداد كبيره من السيلز، لكن البكتيريا only consists of one cell. طيب تعالوا نكمل الليسن. هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي put right or false. Increasing the size of cells causes the growth of living organism. يعني لما الحجم بتاع الخلية بيزيد او الحجم بتاع السيل بيزيد، الجسم بتاع الكائن الحي بيبدأ ان هو يكبر. True or false؟ اللي هيقول لي true هضربه. ليه؟ لأن احنا لسه قايلين إن السايز اوف سيل doesn't increase، الحجم بتاعه مش بيزيد، لكن النمبر اوف سيلز هي اللي بتزيد، عدد الخلايا بتزيد، فلما عدد الخلايا تزيد الجسم هيكبر. لكن هل السايز اوف سيل increase؟ غلط طبعا، يبقى الإجابة هتبقى false. طيب نمبر 2 بيقول لي all the cells of living organisms contain a cell wall. هل كل الأجسام بتاعت الخلايا عندها cell wall ولا كلها عندها سيل ممبرين؟ لسه قايلين ان سواء انيمال سيل او بلانت سيل هم عندهم سيل ممبرين، لكن الانيمال سيل ما عندهاش سيل وول. قلت لكم البلانت سيل بس هي اللي عندها سيل وول، فهنا بيقول لي all cells عندها سيل وول. of course false. طيب تعال نكمل يا مستر. بص هنا هيبدأ يتكلم عن السيل نيدز، الاحتياجات بتاعة الخلية، ايه الحاجات اللي بتحتاجها الخلية عشان تقوم بالفيتال اكتيفيتيز بتاعتها. طيب هنا بيقول in the previous activity you have learned that a living organism grows up. حجم الكائن الحي بيزيد نتيجة ايه؟ الانكريز النمبر ولا انكريز اوف سايز؟ قلنا الانكريز اوف نمبر، فهنا بيقول لي نتيجة الانكريز اوف the number of its cells، زيادة عدد الخلايا. which means that new cells are formed during the growth of living organism. يعني معناه ايه؟ معناه ان الخلايا عددها او بتتكون خلايا جديدة عند الكائن الحي. هنا بيقول لي during the growth of living organisms the new cells are formed from cells that were already existed in the body. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي خلية زي دي، بتبدأ السيل ديت تعمل division، انقسام، فبدل ما هي 1 سيل تبدأ تنقسم وتديني 2 نيو سيل بالشكل ده. طيب ال 2 نيو سيلز هيبدأوا هم كمان يعملوا division، ينقسموا، فينقسموا يديني 4 نيو سيلز، فتبدأ تنقسم تديني 8 نيو سيلز، تبدأ تنقسم 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 لغاية ما تكون لي ميني سيلز. يبقى ايه اللي بيحصل؟ النمبر اوف سيلز بيحصل له انكريز، بيزيد عن طريق زيادة الديفيجنز، الانقسامات المتتالية اللي بتحصل في السيل. الخلية بتبدأ تنقسم، فبدل ما هي 1 سيل بقت 2، بدل 2 بقت 4، بدل 4 8 16 32، تبدأ تزيد 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 لغاية ما تكون لي ميني سيلز. يبقى تاني الجزء دوت مهم، الحاجة اللي بتعملها السيل عشان الليفنج اورجانيزم يكبر ان النمبر بتاعها بيزيد، مش السايز بتاعها هو اللي بيزيد. طيب بيقول لي what are the needs of the cell؟ ايه هي الحاجة اللي محتاجاها الخلية عشان تقوم بالفانكشن بتاعها؟ اي كائن حي او اي جهاز او اي جسم في الدنيا عشان يقوم بشوية وظائف هو بيحتاج انرجي. التلفزيون ده عشان يشتغل هو بيحتاج الكتريك انرجي. انا عشان ابدا ابقى واقف قدامكم عمال اتحرك واتكلم واشرح لازم يبقى جوايا انرجي. مثلا اللمبة اللي حواليا لازم يبقى جواها انرجي عشان تديني اللايت بتاعها. فاي حاجة في الدنيا عشان تبدا تقوم بالفانكشن بتاعتها هي بتحتاج شوية انرجي. فهنا بيقول لي the cell needs energy، بتحتاج energy to carry out all its own life activities، بتحتاج energy عشان تقوم بالفانكشن بتاعتها أو بالوظائف بتاعتها. to survive عشان تنجو and get rid of waste material أو عشان تتخلص من المواد الضارة اللي موجودة فيها. طيب بيقول لي the cell needs some materials، بتحتاج شوية material زي إيه؟ أول حاجة زي الفود اللي هي النيوترينت، تاني حاجة زي الووتر to stay alive، يبقى food and oxygen، food oxygen. تالت حاجة water، يبقى أي سيل موجودة في الدنيا هي لازم تحتاج food، أديلها food وأديلها water وأديلها oxygen بحيث إن هي تقدر تعيش وتكمل في الحياة بتاعتها. يبقى تاني ادي خلية موجودة اهي عايزة تفضل مكملة في الحياة بتاعتها وما تموتش، عايزة تقوم بالفيتال اكتيفيتيز او بالفانكشن اللي بتقوم بيها، فبتحتاج شوية حاجات. قلنا اول حاجة الفود لان دوت اللي بيديلها الانرجي، الاكسجين لان دوت برضو بيديلها انرجي، الووتر بيقول لي without water it will die، هتموت الخلية، فبالتالي كان الحي ذات نفسه هو كمان هيموت. فهنا بيقول لي water enters the cell through a membrane that surround the cell known as the cell membrane، وديت أول وظيفة بيقوم بيها السيل ممبرين. شايفين السيل ممبرين اللي هو الجزء الأسود اللي بره دوت هو اللي مسؤول عن إن هو عامل زي البوابة اللي بيدخل
بيسمح للسبستنس ان هي تدخل للخليه او تخرج من الخليه. فانا لو انا سيل دلوقتي وحد عايز يدخل ميه للسيل، هيعدي على السيل ممبرين الاول. هل الخليه بتاعت السيل محتاجه ووتر؟ تخشي. طيب محتاجه ان هي تخرج حاجه من جوه، هتخرج عن طريق مين؟ عن طريق السيل ممبرين. طيب يبقى السيل ممبرين بيخلي ان الووتر to move into the cell and move out the cell وتخرج من السيل. بيقول لي طيب but if there is much water enters the cell it will swell until it bursts. هتبدأ تكبر لغاية ما تنفجر. عارفين البالونة عمالين نديلها اير، ننفخ فيها ننفخ فيها ننفخ فيها ننفخ، السايز بتاعها يبدا يزيد 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 وفي الاخر بوم تروح مفرقعه، صح؟ نفس الكلام السيل بتاعتي لو السيل ممبرين عمال يدخل لها ميه، خلاص يدخل تاني يدخل تاني، هيفضل تحوش ميه تحوش ميه تحوش ميه لغايه لما في الاخر بوم تروح منفجره. فبيقول لي until it bursts، والكلمه ديت مهمه لان هي معناها ان هي تنفجر، كلمه جديده علينا. طيب بيقول so the cell membrane allow water to go outside. عشان كده السيل ممبرين بيسمح للميه ان هي تخرج من بتخرج برضو من زي ما احنا شايفين في الصوره هنا، بيسمح ان هي تدخل للسيل وتخرج منها عشان ما تنفجرش. طيب بيقول لي ايه؟ بيقول but right or false cells need nutrients and oxygen only to survive. هل بيحتاج nutrients؟ بيحتاج oxygen وبيحتاج water. هو بيقول لي هنا only، يبقى false. طيب نمبر 2 بيقول لي increasing the number of cells mean the formation of new cells. increasing the number of cells يعني زيادة عدد الخلايا means the formation of new cell. ده معناه ان انا بكون خلايا جديده. of course true، صح جدا، ممتازين. طيب نكمل اوكي كده، انا اسف دي بيج 18. ماشي. طيب احنا كده خلصنا ليسون 1. ليسون 1 ما فيهوش اي حاجه خالص، دوت عليه هوم ورك. اسف. طيب ايه الهوم ورك اللي عليا؟ عليا الهوم ورك ان احنا نحل الاسئله كلها، واي حاجه احنا متلخبطين فيها او اخطانا فيها انا كده كده هتبعتوا لي الحاجه عشان اصححها. لو في حاجه غلط هنبدا ان احنا نراجع عليها من اول وجديد ونعرف القصور اللي في الفهم دوت موجود فين، بحيث ان احنا نبدا نصححها. انا ما عنديش مشكله ان انت تغلط في مره في الهوم ورك، تغلط في الثانيه في الهوم ورك، بس المره الثالثه تحلها صح. دوت هيحصل لما احنا نتدرب كتير على الاسئله، هنغلط مره وهنغلط مره كمان، بس المره الثالثه لما نيجي نحل السؤال دوت سواء في كويز في المدرسه او في اكزام او حتى في الكويزز اللي هديها لكم بعد كده، نبدا ان احنا نحلها صح. تمام؟ التدريبات مهمه بحيث ان هي بتعلمني الصح من الغلط. طيب كده احنا خلصنا ليسون 1. ليسون 1 ما فيهوش اي حاجه خالص، وكذلك ليسون 2. تعالوا نبدا نخش على الاسئله بتاعت